الربع النهائي على نفط طهران. وهذه كرة لأيلتون داخل منطقة الجزاء، يعدي والركنية. الحكم يقول الركنية. تناقض بين ضربة جزاء، ضربة جزاء. ما هذا؟ ما الذي جرى؟ ضربة جزاء لنادي الهلال. انفجار في مدرجات استاد الملك فهد الدولي. الحكم الاوزبكي فالنتين كوفالينكو يعلن على ضربة جزاء لنادي الهلال. هات الصورة لنتأكد من الكرة. الكرة هل خرجت برمتها أم لا؟ يبدو أن خميس سالمين التقط الكرة. الكرة هل خرجت برمتها؟ على كل الحكم فالنتين كوفالينكو يقر ضربة جزاء لنادي الهلال. عفوة قاتلة من خميس سالمين. قانون التحكيم يقول لابد أن الكرة تخرج برمتها. هذه الكرة يبدو أنها خرجت برمتها. على كل نترك الأمور لجمال الشرق. نار 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 في هذا الانتظار وهذا المشوار. يتقدم إدواردو، ضاعت الكرة.